جانب المتحدث الرسمي باسم إدارة نادي الاتفاق وكذلك عضو مجلس الإدارة. أرحب بك الأستاذ محمد الصدعان. أسألك عن مباراة اليوم، مباراة يدخلها الاتفاق بطموح الانتصار بعد 3 تعادلات، يبحث عن 3 نقاط أمام الفتح. كيف ترى الوضع الاتفاقي؟ خلينا نمسي بالخير على استديوكم والأخوة الضيوف. مثل ما تفضلت يعني سلسلة تعادلات، ربما كان يحتاج الفريق فوز ليرتقي بالمستوى اللي ظهر فيه في المباريات السابقة أو يواكب المستوى الفني. إن شاء الله اليوم الفريق يعني يظهر بصورة مختلفة، إن شاء الله يتوج العطاء داخل الملعب بنتيجة. الجمهور، الإدارة، اللاعبين، المدرب كذلك يعني يتمنى أن يرى تتويج عمله خلال الملعب في الارتقاء في مستوى الفريق بنتيجة المباراة اليوم. أتحدث معك أيضا في مواجهات الفريقين تاريخيا في كل المسابقات. الفتح له الانتصار الأكثر ب10 انتصارات، يضع عليكم ضغط كبير، خاصة يعني مواجهة بنكهة شرقاوية. لا بالعكس، ما في شيء ولا يشكل أي ضغط إطلاقا، لأنه في الأخير الفتح فريق كبير والاتفاق فريق تاريخ، فريق اسم، فريق بطولات، فريق لا يشق له غبار. احنا اليوم يعني بالعكس ارتقاء الفتح فيه يعني خلينا نقول رفعة لشأن الكرة في المنطقة الشرقية، ولكن بعيد عن ما يصحب هذه المباريات من صخب إعلامي وإثارة. الاتفاق يبقى فريق كبير لا يهم عدد المباريات اطلاقا في هذا الموضوع. ان شاء الله باذن الله اليوم نكون قادرين على كسب المباراه، هو الاهم، لا تعدوا على انها 3 نقاط. جميل. في منطقه العمليات، عندما نتحدث عن خانه المحور في منطقه العمليات يغيب لاعبين اساسيين، محمد كنو وسلطان البرقان. كيف عالجتوا هذا الموضوع؟ بالعكس، اول شيء احنا نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل للكابتن سلطان والفريق بلاعبينه بنجومه. الفريق لا يتوقف على احد، الاتفاق يملك 2 اساسيين كبار وكذلك يملك احتياطيين جاهزين. ان شاء الله باذن الله البديل اليوم حيؤدي الغرض وازود باذن الله، وهذا ما كنا نسعى له الموسم هذا، انه يكون عندنا البديل الجاهز تحسبا للظروف هذه. يمكن انت الان سؤالك يقودني الى الضغط اللي احنا موجودين فيه الان في عدد المباريات بعد دخول جدولة كاس ولي العهد. للاسف ضغطت الفرق، يعني اليوم الاتفاق يلعب مباراه يرتاح يومين، يلعب مباراه في يوم الثلاثاء حيلعب مباراه الوطني في كاس ولي العهد. اعتقد الفريق اللي ما حيملك بدلاء جاهزين حيتعب حتى لو ما كان عنده مصابين. اتمنى لك التوفيق دائما استاذ محمد، شكرا لك. بالعافيه، شكرا.